الجلسة بإذن الله تعالى قلنا ثقافة الجودة، نبذة مختصرة عن تاريخ الجودة، تعريفات الجودة، مراحل تطور الجودة، ولماذا الجودة، ومبادئ الجودة. نبدأ على بركة الله إن شاء الله. هذه بس تكون الشريحة الأولى يا أستاذة مرحبا، لأن في شريحة فيها سؤال، عرفتيه؟ أهداف الجلسة قبل. تمام جدا. مش عارفة رايح في تغيير في بسيطة. إذا نحن بالحضور أول شيء بارك الله فيكم على الحضور. سؤال طبعا شوفوا فيه على الشريحة. نبغى كل حد معانا الآن يحدد أهدافه من حضور هذه الجلسة. يا ريت كل واحد مثلا عنده ورقة وقلم إلى آخره يحدد بس شنو هدفه من هذه الجلسة، علشان في نهاية الجلسة نعرف هل وصلنا إلى أهدافنا ولا لا. تمام. الشريحة الثانية، سؤالنا الأول اللي هو نتمنى أن يكون فيه مشاركة من الجميع. نبغى نسمع أصواتكم. ماذا نعرف عن الجودة؟ اللي حاب يشارك، حاب يعطينا فكرة، عنده أي فكرة عن الجودة يتفضل معنا يشارك. تفضلوا. ماذا نعرف؟ تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبتي تفضلي. نجاوبك على منسق الجودة اللي في مدرستنا. تفضلي حبيبتي. ماذا تعرف يعني أي شيء يعني؟ هو موظف يجمع منا احنا كل نهاية شهر في التقرير بتاعنا شو الحاجة الإيجابية والحاجة السلبية اللي شفتها معك في الشهر هذا في المدرسة. بس هذا اللي يدير فيه. أي مشاركة ثانية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا حبيبتي تفضلي. مرحبا. الجودة يمكن نختصرها بالإتقان، إتقان الشيء. صحيح. تمام. عندك أحلام الآغا رفع يدها، تفضلي. تفضل أستاذة أحلام. أيوة تفضلي. هي تميز الأشياء وخلوها من العيوب. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك أستاذة حنان كموسي. تفضلي. إذا تفضلك شكرا. طبعا أنا عضو فريق الجودة في مدرستي. والجودة هي أن المنتج يكون طبعا مطابق للمعايير. يعني لما نجي يعني للتعليم نشوفه يكون مطابق للمعايير الدولية المفروض. صحيح. من حيث مثلا تطبيق الاستراتيجيات، من حيث تحقيق الأهداف التربوية، من حيث نواتج التعليم كل سنة، يعني شن طلعنا احنا خلال السنة هذه الدراسية. فهذه كلها تعتبر معايير جودة. العمل الجماعي في المدرسة، إتقان العمل، هذا كله يعتبر من معايير الجودة يعني. تمام جدا. العفو. بارك الله فيكم. تفضلوا. وعند في آمال بشير. السلام عليكم. وعليكم السلام. الجودة هي تلبية الاحتياجات وتركز على رضائها وتقليل العيوب والأخطاء. كذلك تكون مطابقة للمتطلبات، وتكون مركزة على مستوى عالي من التقانة والتميز. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. عندنا يونس، أستاذ يونس. سهام يونس. باين عليه يونس فقط. تفضل. أعتقد كلمة جودة لأي شيء تعني المعيار الجيد
أو يعني بتكون فيه مواصفات خاصة. هل في مواصفات خاصة؟ كلمة جودة تعني المعايير الجيدة ومواصفات خاصة. فمثلا لما نقول جودة التعليم تعني المعيار الجيد أو المقاييس أو المواصفات الجيدة للتعليم من حيث المحتوى والمخرجات. وهيك نتوقع هيك، والله أعلم. الله أعلم. أستاذة أم محمد الطاهر، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا الجودة تعني اعتبارا، أنا ما بنزيدش أكثر من اللي زادوا عليه زملائي، هي مطابقة للشيء أو لا إله إلا الله، معلش، مطابقة للشيء اللي هو نحن فرضا نبو التعليم، يعني مطابقة للتعليم، يعني بنحطه يعني مدى مطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات المطلوبة وقدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم، فرضا زي ما مثلنا على التعليم. بارك الله فيك. ماشي، بارك الله فيك. فيروز الشويهدي. في حد رفع يد آخر؟ عندنا فيروز رفع يدها، تفضلي. السلام عليكم. أعتقد أن الجودة بالنسبة للتعليم بحد ذاته، يعني أن يكون التعليم يرتقي إلى معايير الجودة العالمية، يعني أن نصل بالتعليم إلى أن نطرحه بالمعايير العالمية، يعني مثلا الدول المتقدمة سواء بالأسلوب أو بالمعطيات، سواء بالأدوات المستخدمة في العملية التعليمية، وأيضا الأساليب اللي يستخدمها المعلم لازم تكون أساليب ترتقي لهن المعايير هذين اللي هي حطتهن المعايير العالمية، يعني يكون العطاء تربوي، يكون يتبع الأساليب الجديدة، التعلم التعاوني، يستخدم التكنولوجيا في التعليم، والله أعلم. يعني تمام، بارك الله فيكم. ممكن نكتفوا بهذا القدر. أستاذة رحمبوها، طبعا راح يكون عندنا أسئلة أخرى، اللي ما شاركش في السؤال الأول ممكن السؤال الثاني. الشريحة يا أستاذة رحمبوها، الشريحة الثانية حاطينها ثقافة الجودة، تعرف ولا لا، في وحدة أخرى قبلها، في سؤال قبلها. أنت مش باين عندك العرض ولا كيف؟ باين عند العرض، بس أنا مشيت الشرائح الأولى باعتبار. لا، أعطيني الشرائح بالترتيب. ماشي، حاضر حبيبتي. وين تبعت شوي؟ لا ما بعدت، غير لو وقفنا على السؤال التفاعلي والله لا. اي على السؤال التفاعلي نحن تو. ايوه، طبعا قلنا ماذا تعرف عن الجودة وما الذي نود معرفته عن هذا، عن موضوع الجودة. حد يبي يجاوب؟ يعني شنو حابين تعرفوا عن موضوع الجودة؟ حد ما شاركش؟ أستاذة نجاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. جميعا. الله يسلمك. الحمد لله. الجودة هي تشمل مجموعة من أي متطلبات وقواعد الهادفة اللي هي لتحسين أي أداء تعليمي، وتشمل المناهج بهدف التحسين منها لجميع الجوانب، وتشمل المناهج وطرق التدريس والبيئة التحتية، كفاءة الكوادر التعليمية، حتى تتحقق الأهداف المنشودة. يعني كلهن ضروري يكون فيهن جودة ومعايير مميزة عشان نحصل على الغاية المطلوبة. تمام، بارك الله فيك. هو ما شاء الله يعني معلوماتكم جيدة عن جودة التعليم. سؤالنا التالي اللي هو تشوفوا فيه على الشاشة، اللي هو ما الذي نود معرفته عن الجودة؟ يعني هل فيكم حد عنده شيء محدد يعني يحاول أو يرغب في أنه يعرفه في هذه الجلسة؟ حد عنده شيء محدد؟ يعني هدى محمد، شنو عندك؟ شنو حابة تعرفي أنت في الجلسة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا معلمة لغة عربية. حابة نعرف، أنا تعرضت لموقف اليومين هما اللي هي
جتني منسقة الجودة وقاعدة تلف عليه المدرسات، ممنوع إعطاء دروس جديدة الأسبوع الأول. فطبعا واجهتها، يعني يفترض أن مش منسقة الجودة اللي تؤمر المعلم أعطي ما تعطيش درس وغيره. فحابة أني دخلت في المحاضرة هذه، حابة نعرف مهام منسق الجودة، كيف يرفع من جودة داخل المؤسسة التعليمية، مش عملية أوامر يعني. بارك الله فيكم. فيكي بارك الله. في حد أخرى عند تونيزيانا، والله تونيزيا، شنو حابة تعرفي عن الجودة؟ السلام عليكم، مساء الخير جميعا. معكم الأستاذة حابة أحييكم أستاذة اختيار هذه المحاضرة، ونحتاجوا لها هذه المحاضرة، وعندنا لها أهداف. قصدي نقصدك أنا معلمة، حابة نعرف إن ليش بعض المدن أكيد نعرف إنها تفاعلت في داخل المؤسسات التعليمية، بس نبي نعرف ما هي الأسباب لحد الآن لم تفعل الجودة داخل مؤسساتنا، سواء على الصعيد التعليم العالي أو المتوسط. وأنا حابة في رأيي كصعيد الشخصي لو تفاعلت الجودة داخل مؤسساتنا هيكون لها إيجابيات، بس في رأيك ما هي الأسباب بأنها لم تفعل بطريقة اللي نشوفوها نحن بس؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك. هناخذ آخر مشاركة للأستاذة وفاء خليفة تقريبا. أستاذة وفاء. السلام عليكم. يسعد مساء الجميع إن شاء الله. الله يبارك فيك. حابة نعرف كيف تتحقق الجودة في المدارس، كيف نصل إلى مصطلح الجودة في المدرسة. تمام. أي حد يعني ما طقيناش فيه في المشاركة ممكن يكتب الأسئلة أو الأشياء اللي هو حاب يعرف على الشات أو على الرسائل النصية. ننتقل إلى الشريحة الثانية. أستاذة، إذن سؤالنا الآتي اللي هو هل الجودة هل هي قديمة أم حديثة؟ يعني حد عنده فكرة الجودة، موضوع الجودة هذا هل هو قديم أم حديث؟ يعني هذا المصطلح وهذا حد عنده فكرة يعطينا فكرة. تفضل أستاذة صباح. شكرا أستاذة فتحية. أنا نقول ممكن في ليبيا جديد، لكن في البلدات الثانية عندهم يعني من قبل، والله أعلم. تمام. حد عنده فكرة أخرى؟ حد حاب يشارك؟ أستاذة فتحية، أنا تو كيف دخلت طلعني النت، نبي نعرف تعريف الجودة شنو يعني الجودة، معلش يعني على السريع. تمام إن شاء الله. جاينا السلام عليكم. أيوة تفضلي. أستاذة لو سمحتي عندي تعقيب بسيط. يا ريت تعرفين الجودة وبعدها تخشي في العيوب والمميزات وتقولي لنا قديم والحديث، نحن مش عارفين شو معنى الجودة. هو نحن يعني نسأل في هذه الأسئلة، حابين نسمع أصواتكم وتشاركونا في المواضيع هذه، وربما يعني في كم من عنده فكرة أوفر وفكرة يعني أوضح، فحبينا يعني بس نحركوا الجو شوية. فنبدأ بإذن الله تعالى. الشريحة اللي بعدها أستاذة حنبوها. لا مش هذه الشريحة. نبو تاريخ الجودة. حنبوها أنت انتقلتي وين؟ ثقافة الجودة هذه أول شريحة عندنا. تمام. فنحكوا عن ثقافة الجودة. طبعا احنا محاضرتنا لهذا اليوم هن محاضرتين الحقيقة عن الجودة. في هذه المحاضرة الأولى اللي هي تحكي عن ثقافة الجودة، يعني قصدنا نحن في هذه المحاضرة أننا نحاول أن نلم بكل ما يجب أن نعرفوه عن هذا المصطلح أو عن هذه الثقافة. لما نقول عن ثقافة الجودة في أشياء نحن قبل نتساءل عن لماذا لا تطبق الجودة أو كيف نعرف الجودة أو كيف نطبق الجودة، في أشياء لابد أن جميعا أن نحن نعرفوها. فأول شيء إن لما نجي نحكوا عن ثقافة الجودة، ثقافة الجودة هي زي ما يقولون عقلية تنظيمية مجموعة من القيم
والمعتقدات والممارسات التي تعزز التزام الجودة في جميع مستويات المؤسسة. يعني بمعنى آخر أن ثقافة الجودة يعني ممارسة وأسلوب حياة، وليست زي ما نقولوا قوانين تطبق أو أوامر تصدر أو كذا، ولكن هي أسلوب عملي ما لم يطبق على أرض الواقع ما يكونش له أي قيمة ولا يكون له أي أهمية. هذا معنى ثقافة الجودة. يعني كل واحد فينا الإنسان بطبعه يحب الحاجة الكويسة. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وأتقن خلقه عز وجل، وقال في كتابه العزيز خلقنا السماوات والأرض بالحق وبدي يعمر هذه الأرض إلا الحق وإلا ما هو جيد وما هو يعني مفيد. فثقافة الجودة هذه يعني تجي من الإنسان. يعني لما نقول ثقافة الجودة يعني موضوع الجودة هذا ما هوش موضوع يعني ولا هو موضوع يعني معقد، هو موضوع يمس حياة الإنسان بالدرجة الأولى. فهي عقلية زي ما قلنا، وهي مجموعة من القيم والمعتقدات والممارسات. يعني لازم تكون شيء ممارس على أرض الواقع تعزز الالتزام بالجودة. لما يكون عندنا ثقافة جودة ونقدر عارفين إيش يعني جودة ونقدر عارفين معاييرها ومقاييسها وتاريخها، هنا تزداد قناعتنا بتطبيقها. فقناعتنا لما نوثق قناعتنا بضرورة الجودة نجد في أنفسنا بطبيعة الحال التزام بهذه الجودة وبتحسين العمل في جميع مؤسساتنا في كل مستويات المؤسسة، سواء كانت مؤسسة تجارية، مؤسسة تعليمية، في كل أنواع النشاط البشري. فإذا هذا معنى ثقافة الجودة، يعني سلوك. الثقافة عادة بشكل عام لما نحكم على كلمة ثقافة ونقولوا هذه ثقافة مجتمع ولا كذا، يقصد بها السلوك الجماعي للمجموعة البشرية اللي هي موجودة في مكان واحد. شنو عاداتهم، شنو تصرفاتهم، شنو طريقة معيشتهم، هذه هي ثقافة الشعوب. وبالتالي الجودة علشان تطبق لابد لها من أرضية اللي هي يكون الإنسان مثقف وعارف ويمارسها في حياته. ونحن في الحقيقة راهو نحن نمارسوا فيها، بس يعني مش بطريقة منظمة، ممكن تكون على حسب مزاجنا مش بمعايير يعني حقيقية يعني. فهذا مختصر نسأل الله أن يكون مفيد عن ثقافة الجودة. ننتقل للشريحة الثانية. إذا لما نجون نلخصوا ثقافة الجودة نقولوا من ثقافة التعلم المستمر والابتكار. يعني الإنسان لا يقف عند نقطة واحدة، يعني خاصة نحن كمعلمين. يعني المعلم مثلا على سبيل المثال إذا توقف عن التعلم خلاص يبقى معاش معلم، ممكن يتحول إلى شيء آخر يعني بالعكس. فلذلك من مميزات ثقافة الجودة ومن معاييرها أن يكون في تعلم مستمر، في ابتكار، في تحسين. ثقافة الجودة دائما تركز فيها التركيز على العميل اللي هو يستفيد من الخدمة اللي نقدمها للمجتمع. يعني أي حد عنده مشروع أو كذا أو يقدم أو عنده مدرسة أو يقدم في خدمة للمجتمع لابد أن يركز على العميل، يعني يقدم للناس شيء يرضيهم، شيء يحقق أهدافهم والأساس والسبب اللي هم جايين علشانه. فنحن كلما التزمنا بالجودة قلت عندنا الأخطاء وزادت الإنتاجية. أيضا الجودة من ثقافة الجودة جانب التحفيز والرضا. لازم دائما الإنسان علشان يقدم عمل جيد محتاج أكيد وبدون شك إلى التحفيز، ومحتاج إنه هو يكون راضي عن العمل اللي هو يقدم فيه. فهذه من أساسيات ثقافة الجودة. تعلم مستمر، تركيز على العميل، يعني أنا شنو نقدم للناس، الالتزام. ودائما نقولوا إن لو نبغى نتجنب الأخطاء نشتغلوا كويس، يعني فالجودة تجنبنا الوقوع في الأخطاء وتزيد من إنتاجيتنا. ونحن محتاجين جدا دائما للتحفيز عشان الإنسان يستطيع أنه هو يقدم ما يستطيعه بإذن الله تعالى. الشريحة اللي بعدها أستاذ. أيضا من ثقافة الجودة أن الجودة زي ما قلنا تو عادات وسلوك، التزام بالمعايير والمقاييس والمتطلبات العميل، مشاركة فعالة،
من كل الأطراف، في نوع من الثقة، تبني الإدارة العليا للجودة. دائما الإدارة العليا أو رأس الهرم أو القيادات العليا دورها خطير ومهم جدا في نظام الجودة وتطبيق نظام الجودة، لأن نظام الجودة لا يمكن أنه هو ينجح إلا بدعم من الإدارات العليا. يعني يؤسفني نحن نقولوا مثلا نحن كمعلمين مثلا، أو هالكوكبة اللي اليوم تحضر معنا واللي حريصة على أنها حريصة على التعليم المستمر وحريصة على أنها تزيد من إمكانياتها وناخذ في هالدورات ونطلع وكل شيء، ما لم تتبنى إداراتنا العليا هذا النهج، نهج التعليم المستمر ونهج الجودة، نحن ما نقدرش الحقيقة نديروا حاجة. ولكن نحن اليوم لما نحكوا عن ثقافة الجودة ونحدثوا نحن فيما بيننا في هذا الموضوع، الغرض منه هو شنو؟ ربما هذه المجموعة اللي معنا الآن وتستمع للمحاضرة في وقت من الأوقات قد تقود مؤسسة، في اللي فيكم عنده مثلا مدرسة خاصة، في اللي فيكم ممكن يكون عنده عيادة، في اللي فيكم ممكن يكون عنده متجر، عنده مشروع يدير فيه. فهو هنا يعتبر لما يقود مشروع يعتبر هنا قيادة عليا بالنسبة للمؤسسة اللي هو مشرف عليها أو المؤسسة اللي هو يمتلكها، هو يعتبر قيادة عليا. فلا بد له من هذه الثقافة، لا بد له من الاقتناع بنظام الجودة من أجل أنه هو يقدم خدمة جيدة للعملاء أو للناس إلى آخر هذه الأمور. فإذا هذه معنى ثقافة الجودة. الشريحة اللي بعدها نجولي حد عنده في تعريف ثقافة الجودة، حد عنده سؤال، استفسار، إضافة، وإلا ننتقلوا في عندنا تهاني نصر رافعة يدها، عندك إضافة أو عندك استفسار؟ موجودة. في أيضا الأخت اللي ظاهر من اسمها يونس رافعة يدها، عندك استفسار أو أي؟ هو لما أنتوا واحد يشارك يعني ما يفضل لرفع اليد، ينزل اليد علشان ما نخلطوش بين المواضيع. عموما ننتقل إلى هذه الشريحة اللي أمامنا الآن، واللي هي نبذة تاريخية عن الجودة. الجودة نحن بدري سألنا سؤال وقلنا هل هي قديمة أم حديثة الجودة؟ الجودة قديمة جدا بقدم وجود الإنسان على الأرض، من وقت ما الله سبحانه وتعالى خلق آدم ونزل على الأرض، وهذا الإنسان يبحث عن ما يعينه وما يساعده، ويبحث عن الحقيقة ويبحث عن الشيء اللي يريحه واللي يقدم له خدمة كويسة. فلذلك جذور هذه الجودة هي جذور قديمة بقدم الإنسان على وجه الأرض. لما نجي نشوفوا في هذه النبذة التاريخية ناخذ من تاريخ العصور الوسطى. في القرون الوسطى في أوروبا كان الحرفيين، الناس اللي تشتغل في الحرف، كانوا كونوا زي ما نقولوا نقابات لهؤلاء الحرفيين، وكان في ذلك الوقت في لجان تفتيش، يعني تفتش على هذه الحرف، يعني واحد يصنع تحف، يصنع ملابس، يصنع إلى آخره. فعلشان ينظموا عملية الإنتاج هذه، وعلشان تكون عملية الإنتاج ترضي الزبون، قاموا بإنشاء نقابات. هذه النقابات كانت في ذلك الوقت تحت إشراف لجان تفتيش. لجان التفتيش هذه كانت تدير، كانت تجي المنتج اللي هو يبقى سيء مثلا وتضع عليه علامة دليل على أن هذا المنتج معيب، يعني فيه قليل الجودة، يعني ما هوش بالشكل المطلوب. ولكن في الأصل هذا الختم اللي تحطه لجان التفتيش فيه قبل ختم آخر أو علامة، خلينا نقول علامة. الصانع لما يصنع الحاجة يحط عليها في توقيع، فهذه العلامة اللي حطها الصانع بش
يعرفوا بها مصدر هذه السلعة من وين طالعة. فعندنا نحن علامة التفتيش كانت تدل على السلع المعيبة، أما علامة الصانع نفسه الحرفي نفسه فيبي يحط عنوانه، فلما يدير سلعة يحط عليها توقيعة أو يدير فيها ختم إلى آخر هذه الأشياء. فمع الوقت أصبحت العلامة هذه لما نقولوا مثلا نقولوا محمد على سبيل المثال حرفي وقدم زي ما نقولوا منتج ممتاز وحط عليه توقيعة، هذا يعطيه سمعة طيبة. أصبحت هذه العلامة هذا التوقيع الحرفي أصبح يعني في صدى صوت، أصبح يعني السمعة طيبة لهذا الحرفي. انتقلت علامة التفتيش اللي هي تدل على عيوب في السلعة، انتقلت إلى أنها تكون زي الختم على جودة السلعة. فأصبحت السلعة في ذلك الوقت في العصور الوسطى تحمل علامتين مع مرور الوقت، علامة التفتيش علامة الحرفي نفسه، فأصبح هاتين العلامتين دليل على جودة هذه الصناعة. هذا في العصور الوسطى. ومع الوقت جت الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، ومشوا على نفس الأسلوب اللي هو وضع علامة على المنتج. هذا في أوروبا. في أمريكا اختلفت شوية في القرن التاسع عشر عن أوروبا في أسلوب تعيين أو تحديد جودة المنتج. فكان في أحد رجال الأعمال اللي هو أو أحد الاقتصاديين اللي هو اسمه تايلور، كان يركز على كمية الإنتاج دون زيادة الحرفيين المهرة. فاختلف أسلوبهم في أمريكا عن أسلوب الأوروبيين. هذه المرحلة الأولى للجودة. جت المرحلة الثانية اللي هي بعد الثورة الصناعية، أصبح في مصنع، أصبح هذا الحرفي ما عادش ينتج في الإنتاج متاعه في مكانه أو في دكانه أو في الحانوت بتاعه، وإنما أصبح ضمن مصنع. في هذا المصنع جمعوا الحرفيين وتبوا يشتغلوا في المصنع. الحرفيين هنا فقدوا شيء من استقلاليتهم، يعني شيء من حماسهم للعمل، أصبحوا تحت مشرفين. المشرفين هذول هم الناس اللي تستلم في الإنتاج وتسوق فيه، فانخفض شعور الحرفي هنا بالتمكن والاستقلالية، وتم خاضع للتفتيش. المرحلة هذه زي ما نقولوا تم فيها نوع من محاولة الخروج عنها، التمرد عليها إلى آخره. ومن جاء القرن العشرين. في القرن العشرين أصبح فيه اهتمام بالعمليات الإنتاجية. جاء في القرن بعد ذلك بعد فترة جاءت تطور نظام الجودة للاهتمام بالمناشط. يعني كانت الجودة في البداية على المنتج، يستنوا لين المنتج يطلع. نقولوا مثلا مصنع طماطم على سبيل المثال، لغاية ما تطلع حقة الطماطم هذه، وبعدين دوبا يختبروها ويشوفوها جيدة ولا لا. شافوا أن أحيانا تطلع السلعة ما هيش جيدة، وبالتالي يصبح الإنتاج كله مضروب. قالوا لا، خلينا نراقبوا العمليات كل مرحلة من مراحل إنتاج هذه السلعة. فانتقلت الجودة، تطورت من مراقبة المنتج إلى مراقبة العمليات. لكن لاحظوا أن في مرحلة من المراحل قد تفشل عملية الإنتاج، في مرحلة من المراحل يؤدي إلى ضرر في الإنتاج. قالوا لا، خلينا نحن نراقبوا المناشط من النشاطات اللي نهايتها هذا المنتج لابد أن تراقب من بدايتها وبدقة. من هنا جت المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الجودة. فأصبحت الناس يعني مثلا ضربنا مثل بحقة الطماطم، أصبحوا يتابعوا في مناشط هذا المنتج من أول ما تقطف مثلا الثمرة من المزرعة، وكيف تقطف وكيف تصل إلى المصنع وكيف تدخل في المصنع إلى أن تطلع إيش منتج. هذه العملية أو هذه الدقة أدت بهم إلى أن تقلل من الأخطاء وتقلل من العيوب. فهنا ظهر
مصطلح الجودة. هنا بدأت مرحلة الجودة تتطور إلى أن جاءت الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية كانت أمريكا تنتج السلاح طبعا، وكانوا حريصين جدا أن هذا الإنتاج السلاح يكون سليم جدا، لأن السلاح بشكل عام بالنسبة للدولة أول شيء إذا كان السلاح ما هوش جيد يسبب لهم مشكلة كبيرة في الحروب. ثاني حاجة أمن السلاح أو جودة السلاح تمس الأمن القومي، فكانوا حريصين جدا وشديدين جدا في هذا الموضوع، في موضوع السلاح، إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية ودمرت اليابان. واليابان الآن تحاول أن هي تنهض اقتصاديا بعد الدمار العسكري. ولكن ما حدث في أمريكا أن أمريكا بمجرد ما انتهت الحرب وتوقف الإنتاج الحربي أهملت موضوع الجودة. كان في عالم اللي هو نحن نسموه الآن تو يسمى بأبو الجودة أو رائد الجودة، اللي هو إدوارد ديمون. كان هو اقتصادي أمريكي أو خبير أمريكي في هذه الجودة. صار له نوع من الإحباط إن ليش أمريكا مثلا تهمل عملية الجودة هذه بمجرد ما انتهت الحرب. فاليابان من الاتجاه الثاني تريد أن تنهض اقتصاديا، فأصبحت تنفتح على الدول الأجنبية والخبرات الأجنبية. فشن دارت اليابان؟ احتضنت هذا العالم وهو وزميل له اسمه جوزيف جوران، ووضعتهم علشان يشرفوا لها على الإنتاج بتاعها، تبي صناعتها تطلع جيدة. لما ظهر إنتاج اليابان وغزا أمريكا نظرت للموضوع بمعنى يعني بنوع من التعالي، يعني يقول لك ما يصلح في اليابان لا يصلح في أمريكا ومش عارف الكلام هذا. ولكن تنبأ واحد من الاثنين هذول وقال إن اليابان في السبعينات راح تتفوق على أمريكا، وفعلا اليابان طرحت سلعها وكانت سلع رخيصة وجيدة. أمريكا اعتقدت أن هذه السلع رخيصة لأنها غير جيدة، فركزت على تخفيض التكاليف عشان حتى هي تنتج سلع رخيصة. ولكن بعد وقت تبين الموضوع أن هذه السلع جيدة ورخيصة في نفس الوقت. هنا أصبح اليابان وأمريكا قطبين في ثورة الجودة بعد ذلك. فإلى أن وصلنا إلى موضوع الجودة الشاملة. بعد ما كانت الجودة تخص الجانب الصناعي فقط، أصبحت الجانب الصناعي وجانب البناء والتشييد وكذا، أصبحت الجودة تخص كل مرافق الحياة. من بين مرافق الحياة الإنسان، اللي هو لابد أن يكون في تعليم جيد للناس، لابد تكون جودة في التعليم وتكون في جودة في الصحة وتكون في جودة في كافة المرافق. فوصلت إلى مرحلة الجودة الشاملة. فإذا هذه فقط نبذة تاريخية يعني بسيطة، وبإمكانكم منكم أنتم تدخلوا على النت وتتزودوا بكثير من المعلومات الشيقة اللي تحكي عن هذا الموضوع. فإذا الجودة نحن بكل بساطة نقول إن هي طلعت من الناس الحرفيين البسطاء اللي قدموا في خدمات للناس، وبالتالي هي راهي موضوع ما هوش معقد، وما هوش هو موضوع يمس حياة الإنسان، وكل واحد فينا المفروض يكون عنده يعني فكرة عنه. ولذلك نحن قد نقدم هذه المحاضرة من أجل أن يكون عندنا فكرة وافية ربما نستفيد منها في المستقبل بإذن الله تعالى. إذن هذه نبذة تاريخية عن الجودة وتطورها من القرون الوسطى إلى عهدنا اليوم اللي هو نبحث فيه عن الجودة الشاملة. ننتقل للعنصر آخر اللي هو نلخص فيه كل الكلام اللي قلناه الآن، اللي هو مراحل تطور الجودة. غير أستاذة، أضغطي على السلايد. كل ما قلناه الآن نلخصه في أن المرحلة الأولى كانت مرحلة مراقبة المنتج اللي يطلع من تحت إيدين الصنايعي.
المرحلة الثانية كانت مرحلة مراقبة العمليات اللي هي حكينا عليها، اللي هي متابعة العمليات. المرحلة الثالثة كانت هي مرحلة متابعة كل الأنشطة، ومنها طلعت منظمة الآيزو 9001، وبعدين وصلنا إلى المرحلة الرابعة اللي طبعا الآيزو 9001 اللي هي أهداف إرضاء العميل وتحسين الأداء. نجول للمرحلة الرابعة اللي هي مرحلة الTQM اللي هي مرحلة الجودة الشاملة اللي هي ما زالت مستمرة إلى اليوم. وحتى الآيزو 9001 هذه شهادة تحرص المؤسسات إن هي تحصل عليها، وفي فرق بين الجودة والجودة الشاملة راح نتطرقوا له بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة بإذن الله. استمر أستاذة. في حد عنده شيء استفسار ولا سؤال أو إضافة؟ إذا نستمر. تفضلي يا أستاذة بكرة أحلى. قلت لك أنا بنسألك يعني الجودة في التعليم، يعني المعلم يشرح كويس والدرس يخليه سهل والطالب يفهم هيك، أنا قد حققت الجودة؟ والله هي الجودة هي زي ما تقولي هي كسلوك. المفروض كل واحد فينا مثلا لما يقدم خدمة يقدمها بإخلاص ويقدمها جيدة، بأن حتى الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حتى هي جودة، ولكن نحن لما نجون نحكوها بالمفهوم العلمي والمفهوم اللي الآن إن فيها الآن معايير وفيها متطلبات إلى آخره. نحن في المحاضرة القادمة، هذه المحاضرة كلها راح نحكو فقط على الجودة بشكل عام. في محاضرة بكرة بإذن الله تعالى، ونتمنى أنك تكوني معنا، راح نحكو بالتفصيل عن التعليم وما فيه من، ولكن كون المعلم حريص على أنه هو يعطي الحصة بشكل جيد، حريص أنه هو يوصل المعلومة ويستخدم في الوسيلة، حتى هذا عمل على الجودة، لأن نوع من الإحسان للعمل، نوع من تجويد العمل بتاعه. الأخت أحلام الآغا، عندك سؤال ولا استفسار؟ لا، أنا بين الأخت اللي سألت، بس أنت الأستاذ معناها بيكون يطبق الجودة. أنا برأيي لما يكون الأستاذ يصيغ في أهدافه صح، يستخدم في استراتيجيات تعليم حديثة، يكون عطاءه معناها داخل الفصل، ويكون موجه يعني عطيه حتى لدرجة يوصل لدرجة الممتاز، يكون بالدرجة هذه إنه وصل يطبق جميع معايير الجودة، كراسة على كراسة التحضير، طريقة عطائه. تمام. عندي تعقيب بسيط على الأستاذ اللي ردته هو. يعني أنا عشان أحقق الجودة ضروري نحصل تقدير ممتاز من الموجه. ما هو الموجه يا أستاذة ما يعطيكش ممتاز إلا لما تبدي أنت مطبقة جميع المعايير معناها العملية التعليمية، يعني عندك وسيلتك تعليمية تمام، أهدافك تمام، اللي عندها صحيفة الموجه مش بيعطيك كلمة ممتاز هيك بس، عنده معايير، حتى هو كأنه معايير جودة هو بيعطيهم لك. عندك أهدافك صح، استراتيجياتك صح، عطائك صح، طريقتك في توصيل المعلومة للطالب صح. هذا علاش بناء على هذا بيعطيك ممتاز. بس الأغلبية الموجهين ما يعطوش المعلم حقه. ما هو هنا نصلوا إلى موضوع يبقى موضوع الجودة لها بالنسبة للجودة على المستوى الشخصي وعلى كل المستويات، أصلا فيها جانب الضمير وجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، واللسان يحكم الحق. ونحن بشكل عام للأسف الشديد ربما تلقاه مفتش، مع احترام طبعا كل المفتشين، حتى لو كان معنا مفتشين الآن في هذه الجلسة، في معايير مرات فيهم، وفيهم في اللي أساسا ما عندش مثلا فكرة كيف يكون المعلم، مواصفات المعلم الجيد، وفي اللي يعطي في التقديرات بطريقة ربما يشعر معها المعلم إنه هو ما انعطاش حقه يعني.
وفي موظفين استاذة، في موظفين ما التزموش بالمعايير، يجوا يفرضوا علينا معايير بس هم ما يلتزموش فيه. يعني لما تشوفي القطاع الخاص تلاقيهم مش ملتزمين بالمعايير، ما يحضروش في الدرس، حتى اللبسة تلاقيها مش لائقة، مش لبسة مدرسة، ما يطبقوش فيها، ويبوك انت تطبقي، وحتى يشوفوك كاملة ضروري يطلعوا خطأ، ضروري في نقص، يدوروا الثغرة ويطلعوها. والله نحن توا مثلا لما نحاولوا مثلا ننظروا نظرة أكثر عمومية، بحيث إن نحن نخصص وقتنا هذا بس نفهموا بس مصطلح الجودة، ونفهموا بس إيش يعني الجودة، وبإذن الله تعالى راح تجدوا كل الإجابات في هذا السرد بحول الله. أستاذ فتحية، عادي ما توعديهم، لكن يعني خصصي لهم يوم إن شاء الله تكلمين عن الجودة في المؤسسات التعليمية وكيف. هو محاضرة بكرة بإذن الله تعالى كلها مخصصة التعليم. نحن محاضرة اليوم مقدمة باهي، مقدمة باش نحن نعرفوا معنى الكلام هذا المصطلح اللي اسمه جودة، هذا شنو هو بالضبط. يعني في فترة من الفترات أنا نحكي عن نفسي شخصيا، كنت مدير مكتب الجودة في مراقبة التعليم. هذا المصطلح جديد جدا على المعلمين وعلى الناس اللي نحن كنا نحتكوا بهم. يعني نحن اليوم بس نبغوا نعرفوا المصطلح، بكرة بإذن الله تعالى راح نحكوا بالتفصيل عن جودة المؤسسات التعليمية وشنو المعنى الجودة الشاملة في التعليم وكل هذه الأمور. فنحن إذا خلوكم معنا بكرة إن شاء الله تعالى باش تعرفوا جودة المؤسسات التعليمية بحذافيرها، وتكونوا يعني حريصين عنكم تطبقوها داخل مؤسساتكم التعليمية. انتظرونا غدا. أستاذة فتحية، يا ريت تعطينا يعني دورة، ولا حتى قصدي تتعمقينا في المعايير والمؤشرات، يعني كتاب المعايير والمؤشرات نتاع الجودة نتاع المؤسسات التعليمية، لأن احنا يعني تايهين على الأمور هي. يا ريت توضحيهم لنا، لأن حتى كتاب المعايير راهو في حاجات احنا ما قدرناش نفهموها، بدينا نبحثوا بأي طريقة باش توصلنا المعلومة. تمام، إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون هذا اللقاء اليوم ولقاء غدا بحول الله تكون يرد على كل أسئلتكم وتستفيدوا منهم بإذن الله. لكن دائما كل اللي يسمع فيا بس تنتبهوا الحاجة، يعني نحن قبل لا نطبقوا أي شيء لازم نعرفوا عنه، لازم نتعلموا عنه. يعني فلما نقول جودة التعليم ولا نقول بنطبق الجودة في مدرستي أو في فصلي، أول شيء لازم نعرف المصطلح ولازم نفهم تاريخه ومن وين جاي وكيف الناس طبقاته. هذا هو محاضرتنا لهذا اليوم. فلذلك نحن نقول اليوم بعد كل هالسرد اللي قلناه، نقولوا قديما كانت الجودة مهارة وإتقان، يعني على المستوى الفردي. واحدة الأبلات لما تسألني تقول لي أنا على المستوى الفردي، هي تسأل إن هي في الفصل تأدي في عملها كأحسن ما يكون. الجودة الآن هذا على المستوى الفردي. الجودة الآن أصبحت وتحولت إلى علم يدرس ويطبق في كل المجالات. نحن نبغى نعرفه، يعني نبغى نحاولوا إننا نطلعوا من النظرة الضيقة بتاعت محيطي أنا في الفصل، ونعمموا النظرة بشكل عام، ونشوفوا نحن وين من هذه المفاهيم وهذه الأمور. إذن الجودة قديما كانت مهارة وإتقان، وحديثا تحولت إلى علم يدرس. أستاذة شريحة اللي بعدها. نجول لتعريف الجودة الآن. يقول لك الجودة هي أداء العمل. ممكن أنتم تسمعوا التعريفات هذينا أنت تطبقها على نفسك. هي أداء العمل بشكل صحيح وبطريقة صحيحة من أول مرة وكل مرة. هذا التعريف شو معناه؟ نشرحوا هذا التعريف غير أستاذة. إذن نشوفوا هنا أداء العمل بالشكل الصحيح. يعني شنو الشكل الصحيح؟ أستاذة رحمبوها الشريحة. أول شيء لما نقول بالشكل الصحيح يعني بالمواصفات المطلوبة، ولما نقول وبطريقة صحيحة يعني بخطة، خطوات معدة ومحددة ومخطط لها. هذه الطريقة هي الخطوات. الشكل الصحيح هو
المواصفات. بعدين يقول لي بشكل صحيح وبطريقة صحيحة من أول مرة. من أول مرة يعني أي شخص قبل لا يقدم على أي عمل لا بد أن يدرب عليه. لماذا لازم يدرب عليه؟ علشان ينجح في أداء هذا العمل من أول مرة. يعني ما يدخلش عمل ويبدأ مثلا يجرب بين الخطأ والصواب، الخطأ والصواب، يهر سنين يصل إلى خبرة. الجودة تقول لك لا، نحن تبي عملك جيد، نبو الجودة من أول مرة. كيف تصل إلى الجودة من أول مرة؟ من التدريب. وبالتالي التدريب هذا هو أداة الجودة. تدريب سواء كان المعلمين غير المعلمين الأطباء إلى آخره، التدريب هو أداة الجودة. أي شخص تبيه يشتغل بشكل جيد دربه وعلمه وعرفه هو شو قاعد يشتغل أصلا وكيف المفروض يعمل. لأن حتى الشهادة الأكاديمية لا توفر جودة. في اللي فينا يتخرج مثلا ولما يجي إلى ميدان العمل بدون خبرة يقعد واقع بين الخطأ والصواب إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فالتدريب لصيق بالجودة. إذن هذا معنى أنك تؤدي العمل الصحيح من أول مرة، تأديه بالشكل الصحيح. ما تقدرش تأديه بالشكل الصحيح من أول مرة إلا إذا تدربت عليه تدريب جيد. زي مثلا أنا مدرسة جديدة خريجة نبي ندخل مجال التعليم، يفترض أننا يكون في تدريب جيد لي علشان نبدأ بداية صحيحة من أول مرة ونحقق الجودة. وكل مرة من أول مرة تدريب، وكل مرة يعني في متابعة ومراقبة للأداء وتقييم وتقويم. كل هذه الأمور لابد من متابعة. لذلك نحن دائما نقول إن التقييم والتقويم هذين من أهم شيء المفروض الإنسان في أي عمل موجودة. علشان ليش نحن نقيمه ونقومه؟ لما نكون نقيمه معناها نحكم على أنفسنا أو نحكم على العمل، هل توصل إلى الهدف المنشود ولا لا. والتقويم هو التحسين. يعني لما جيت عندي خطأ لابد أننا نحسن في كل مرة. فلذلك هذا معنى تعريف الجودة، أداء العمل بشكل صحيح وبطريقة صحيحة من أول مرة وفي كل مرة. يقول لنا باختصار أن الجودة في أبسط ثقافة الجودة في أبسط تعريف لها هي ثقافة العمل وفق خطة. لابد أن الإنسان يكون ماشي على الخطة. يعني أنا كيف نحكم على نفسي أني معلمة جيدة وبعد نجي في نهاية الفصل الثاني ونقعد دوبني نسأل عن الخطة الدراسية وين، أو دوبني نسأل عن كيف نحط الدرجات. وهذا كله يعني هذا كله من التجربة دليل على أن ما فيش زي ما نقول استعداد جيد علشان الواحد يؤدي العمل بالصورة الصحيحة. يعني في ثقافة للمعلم لابد أن تكون متواجدة عنده عشان نحكم عليه أنه هو معلم جيد. فلذلك نحن نسأل أنفسنا لماذا لابد من الجودة؟ لأن الله يحب ذلك. يعني لأن الجودة أساساً عبادة. فالله سبحانه وتعالى في كتابه الله عز وجل يقول إن الله يحب هذا ما هيش آية هذه بس تقريبا حديث، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فأنت على الصعيد تقدر أن تطبق إيش الجودة. ثانيا الجودة دائما ترفع مستوى الخدمة أو المنتج وتحسنه وتطوره. لما نكون أنا نبي نقدم عمل جيد في كل مرة راح نحاول إني نطور ونزيد ونحسن، ما نقفش عند مرحلة معينة وعشان نزيد. هذا معنى أن ثقافة الجودة هي التعلم المستمر. لا أقف عن التعليم. إحنا دائما في كلمة أصبحت نحن بيننا نحن المعلمين، يقول لك مثلا تعالي احضر لي دورة ولا تعالي اقري لك الكتاب ولا تعالي كذا، تقول لك أنا باهي اللي كملت القراية بتاعت المدرسة، أو والله أنا من تخرجت ما عاد فتحت فيها كتاب، وكل هذه العبارات نسمع فيه في الواقع يعني حقيقة يعني. وهذه العبارات هذين أساسا حتى يضر حتى بالجودة في المجال الشخصي. يعني أنا مثلا من جيل الستينات وتوا قاعدة ندرس في تلاميذ من جيل بعد 20، يعني أطفال في 21 مواليد مثلا 19 بعد 20 وهكذا، يعني 2019 2016. والجاب هذا جيل أواخر الستينات ولا جيل السبعينات. يبقى هنا لابد أننا نجود من عطائي، لأن الجيل هنا اختلف، ما نقدرش نعطيهم بالطريقة القديمة.
وهذا هو الضرر اللي نحن يعني نعانوا منه الآن. إن المعلم عندنا يعني ما نقدرش نعمم، كثير معلمين ما عنده على الاطلاع ولا على التعلم المستمر ولا على رغم انه يعني تلقانا نردد ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. كيف تتقن هذا العمل وانت ما قاعدش تجدد فيه وما قاعدش تفقد فيه وتراقب فيه وتشوف فيه هل هو ماشي صحيح ولا لا؟ فلذلك نقول لماذا الجوده؟ ليش نتحدث عن الجوده؟ اول شيء لان عباده ولان تحسن الخدمه. الشريحه اللي بعدها، حد عنده شيء استفسار؟ ردينا على الشريحه يا استاذه ارحموها اللي قبل هذه، في بس ملاحظه تحت فيها استاذه ارحموها، اعطيني العرض. ايوه. فلذلك نحن لما نقولوا في تحسين وتطوير اللي هي الجوده تساهم في تحسين وتطوير الخدمه، نقولوا ان هي نظام داعم تتطلب وجود خدمه او منتج حتى تحسن. يعني الجوده ما هيش نظام مستقل، الجوده تبي شيء قائم موجود. يعني هنا اليوم نقول انا بندير مدرسه ونطبق الجوده، ما نقدرش نتكلم الكلام هذا الا لما تكون المدرسه بتاعتي موجوده، لان الجوده تبي شيء قائم، وبعدين تدخل هي الجوده على هذا الموضوع القائم وتبدا انت تطبق فيه وتحسن فيه. فهي ما هيش نظام مستقل، وانما هي نظام داعم ويتطلب ضروري وجود خدمه او منتج حتى تحسنه. اللي بيطبق جوده في الصناعه لازم يكون عنده مصنع ويطبق عليه نظام الجوده. تبي تطبق الجوده مثلا، تبي تدير مدرسه تطبق الجوده، خلي المدرسه موجوده بعدين دوبك تدخل عليها نظام الجوده. تبي تحسن من اسلوبك وتخليك فيه جوده، لازم تبدا العمل بتاعك ودوبك ايش تطبق الجوده. وايضا على المستوى الشخصي الجوده ما نقدرش نحكم على شخص انه هو عنده جوده الا اذا كان عنده اساس في الشيء اللي هو يطبق فيه. يعني مثلا اعطينا الشريحه اللي بعد استاذ ارحموها، مثلا تجيب شخص ما عندوش اي فكره عن موضوع معين وتقول له هي خدمه، وبعدين تقعد تطلب منه في جوده، هذا ما يصيرش منه. على الاقل لازم يكون عنده نوع من الاساس. مثلا واحد ما عندش فكره ابدا عن ماده الرياضيات، ونجي نطلب منه ونعطيه جدول في ماده الرياضيات، هذا مش راح يحقق لي نتيجه جيده ابدا، لانه هو ما عندش الاساس. لكن انا اذا كان جبت معلم رياضيات عنده الاساس مثلا وخريج وكل شيء، هنا نقدر نطبق عليه نظام الجوده ونقدر نحسن من ادائه وندربه في الموضوع في التخصص بتاعه ونعطيه معلومات في التخصص بتاعه، هنا يتحسن نسبه كبيره. لذلك هو التخصص بتاعه هذا اساس انا بنيت عليه التطوير والتحسين اللي انا ادخلته على الاسلوب بتاعه. فضروري الجوده تبي شيء موجود عشان انت تحسنه. فاذا هذا من تعريف الجوده ونتائج الجوده. الشريحه اللي بعدها، اذا نجوا لي اهداف الجوده. في الاستاذه احلام رافعه يدها، عندك مداخله ولا اضافه؟ تفضلي. او هي ناسيه يدها مرفوعه ولا مش عارفه. فاذا اهداف الجوده هدفين. الجوده اساسا عندها هدفين لا ثالث لهما، اللي هو ارضاء العملاء وتحسين الاداء. وتو نعرف ان شاء الله في محاضره حول الله تعالى من هم العملاء في التعليم، لانه يختلف الموضوع شويه لما ندخل على التعليم، بس نحن ندخل هنا بشكل عام. اي حد يقدم خدمه للناس عندك هدفين، لازم يكون عندك هدفين. طبعا في مشاريع بهدف مثلا الكسب المادي. الكسب المادي هذا ضروري منه، يعني شيء مش نحطه طرف، مش من اهداف الجوده، وممكن يكون هدف عند شخص صاحب المشروع. ولكن اذا كان صاحب المشروع بجوده عنده هدفين هم ارضاء العميل وتحسين الاداء. نشوفوا نحكوا عن ارضاء العميل. اول شيء يجوا لي ارضاء العميل اللي بعدها استاذه محمود.
اول شيء نشوفوا انواع العملاء اساسا باش نعرفوا من اللي المفروض نرضوه وكيف تكون عمليه الارضاء. عندنا نوعين من العملاء اللي هم هدف من اهداف الجوده. عندنا العميل الخارجي اللي هو الشخص اللي نقدم له خدمه، نبيع له في سلع، نصنع في سلع نقدم فيه للناس، عندي مدرسه نقري فيها، الى اخر هذه الاشياء. وعندنا العميل الداخلي اي الشخص او اداره تلقي خدمه او منتج من اداره اخرى. تو نحن مثلا على سبيل المثال في التعليم مثلا نحن عملاء. العميل الخارجي عندنا هو الطالب، تمام، والمجتمع بشكل عام. العميل الداخلي هو من؟ هو الادارات. الادارات لازم تكون لازم الاداره العليا تختم على رضا الادارات المتوسطه اللي هي تنفذ في العمليه التعليميه. يعني لازم توفر لهم موارد، توفر لهم الخطط، توفر لهم المسار اللي هو المفروض يمشوا عليه. انا مثلا كمدرسه في مدرسه ادارتي المفروض توفر لي الاشياء اللي تجود، فانا عميل داخلي. لكن العميل الخارجي هو من؟ هو هذا الطالب اللي نقدم له في خدمه. انا علشان نعطي كويس وفر لي الموارد، وفر لي الاحتياجات اللي انا المفروض انا نعطي به عطاء كويس. وبالتالي نحن عملاء نوعين لازم يرضوا في عمليه الجوده. بتجود انت درت مدرسه تبي تطبق الجوده، لازم تهتم اول شيء برضا العميل اللي هو مصلحه الطالب، ولازم تهتم بالناس اللي يشتغلوا عندك، توفر لهم راتب مجزي، بيئه مريحه، استقرار، تقييم جيد وعادل. في هذه الحاله انت هنا طبقت الجوده. لكن انا ندير مشروع نقعد نقرط على الناس وبنبش نوفر لهم حاجتهم ونقعد نعامل فيهم معامله سيئه، ما نحسسهمش بالاستقرار ولا كل شيء، انا ما فيش جوده ولا في معنى لهذا الكلام اللي نحن نقولوا فيه بالنسبه لهذا مثل هذا العمل. فاذا رضا العميل هو اول هدف من اهداف الجوده، ان نقدم خدمه جيده للعميل. تمام. الشريحه اللي بعدها استاذ. فنحكوا عن رضا العميل. يقول لك العميل اللي هو انت تقدم له في الخدمه سواء كان اي نوع من النشاط. ارضاء العميل، قال لك لما يرضى عنك العميل ويكون مبسوط منك ومبسوط من خدمتك راح يحكي الكلام هذا لثلاثه اشخاص فقط. مدرسه تعطي في برامج جيده ولا كذا مبسوط منها العميل، او مصنع ينتج في انتاج كويس مبسوطين منها الناس. كل واحد مبسوط من هذا الانتاج وواثق في هذا الانتاج وعاجبه الانتاج راح يحكي لثلاثه اشخاص فقط. لكن في حال انه هو ما عجبش الانتاج او ما جاش كيف ما يبي راح يحكي الكلام هذا ل 19 شخص، ل9 اشخاص عفوا. يعني دائما زي ما نحن نقوله في المثل السيئه تعم والحسنه تخص. فهو لما يرضى عن العمل يصبح كانه هو هذا عمل خاص به ما يبي يشارك به حد، فيحكي عن اللي ناس محدودين. لكن كان هو حس بالظلم ولا حس بان المواصفات ما عجبتش ينشرها ويفضح ممكن المصنع او الشيء اللي ممكن. وهنا ياتي دور طبعا تحسين الاداء والخدمه. فهذه بس ملاحظه نعطوها الان. الشريحه اللي بعدها لذلك نقولوا هنا رضا العميل، الشخص اللي انت تقدم له الخدمه مهم جدا رقم واحد. هذا ادوارد ديمونج اللي هو نقولوا عليه ابو الجوده او الرائد الجوده. سالوه قالوا له انت شنو يعني جوده المنتج؟ شنو يعني الجوده؟ قال لهم لا ادري، مش عارف. قال لهم وحده العميل يعرف الجوده. يعني الانسان اللي انت تقدم له في السلعه او تقدم له في المنتج او تقدم له في الخدمه هو اللي يحكم عليك. يا يحكم عليك انك انت جيد او يحكم عليك انك انت سيء، وبالتالي هذا يضرب مثلا سمعه الخدمه اللي انت تؤدي فيها.
ربما في معانا الآن ناس تقدم في خدمة للناس، في اللي تقدم في مأكولات، في اللي تقدم مثلا زي حلويات، في ناس تخدم في مجال التجارة، في ناس تخدم في مجال التعليم. فلما تقتنع بموضوع الجودة تجد أنت حريص أنك تقدم خدمة جيدة. وأكيد في كمان يطبق في الجودة، وإن كان يعني ليش حرصا على السمعة بتاعته وحرصا على مصلحة الناس اللي يخدم فيهم أو الناس اللي يشروا منه أو الزبائن بتاعينا إلى آخره. فإذا العميل هو اللي يحكم على جودة في صدى يا أستاذة، في صدى يا أستاذة ارحم بيها، مش عارفة شنو صوتك. اللي بعتها واضح الصوت عندي ما في. تمام. الهدف الثاني هو تحسين الأداء. الهدف الثاني هو تحسين الأداء. نسأله هذا السؤال، يعني لو نجوا لتحسين الأداء عندنا العميل نسأله من المستفيد الأول من تحسين الأداء؟ هذا سؤال للمجموعة. من المستفيد الأول من تحسين الأداء؟ الإنسان اللي يتلقى في الخدمة ولا الإنسان اللي يقدم في الخدمة؟ ممكن حد يشارك؟ تحسين الأداء. ضغطة يا أستاذة ارحموها، ضغطة عشان تطلع الصورة. تفضلي يا الأخت، باين من اسمها MD وبريكة ولا حاجة زي. تفضلي. من المستفيد الأول من تحسين الأداء؟ من اللي رفع يده؟ حنان. أستاذة الطرفين أكيد. هم الطرفين مستفيدين، بس من فيهم يجي في الدرجة الأولى ومن يجي في الدرجة الثانية؟ هيك نبغى نعرف. أنا نقول يمكن المقدم الخدمة. المقدم الخدمة. لا. حد آخر؟ بكرة أحلى. المقدم الخدمة هو اللي يستفيد، هو الأول. تمام. حنان تقريبا رفع يدها. أحلام. أنا برأيي أن المستفيد الأول هو الموظف نفسه اللي يقدم في الخدمة. أي، لأنه يحصل على تقدير لجهوده، يزيد من رضاء الموظف، الرضاء الوظيفي، ويطور مهاراته وخبرته، وينمي حتى ثقته بنفسه. تمام صحيح. تونيزيا ولا شيء رفع يدها. أعتقد أن الموظف اللي تلقى في التدريب هو اللي قصدي أكثر يعني. حنان. المؤسسة لما عنده موظفين وتلقى تدريب هو المستفيد الرئيسي. هو نحن عندنا اثنين، عندنا العميل اللي هو مستفيد من الخدمة واللي يقدم في الخدمة. تحسين الأداء. هو أكيد اللي يقدم، لكن حتى الاثنين هم مستفيدين. هذاك يكتسب مهارة وهذاك أيضا يزيد من الجودة بتاعته. تمام أحسن. إذا الاثنين مستفيدين، مقدم الخدمة والعميل. لكن المستفيد الأول هو مقدم الخدمة. مقدم الخدمة اللي هو زي ما نقولوا وحدة فاتحة معمل حلويات ولا فاتحة مدرسة ولا كذا. التحسين اللي يحصل عندها في الأداء بتاعها هي تستفيد منه أولاً. وبعدين دوبا يجي إيش العميل أيضاً مستفيد، اللي فيكم فتح على المحاضرة عن طريق في تشويش يا أستاذة نسمع فيها. اللي فتح المايك الساكنة حبيباتي تري. فإذا المستفيد الأول هو مقدم الخدمة. يعني مثلا إذا كان قدم الخدمة مثلا وحصل فيها خطأ هذه الخدمة وهو تصرف التصرف الحكيم، يبدأ له هذا ما هوش ضرر، يكون عنده يستفيد منه أكثر. يعني هذا مقدم الخدمة. كلمة تقدم خدمة والخدمة أحيانا تتعرض إلى أخطاء،
حسب تصرفك أنت تجاه هذا الخطأ يبان تبان هل أنت مستفيد ولا لا. ولكن دائما تحسين الخدمة مصالح الدرجة الأولى من صالح مقدم الخدمة. الشريحة اللي بعدها نجول لي معنى آخر في الجودة ونقولوا ما معنى جودة المنتج. شوفي معايا الشرائح يا أستاذة حموها، شريحة بيضة. ما معنى جودة المنتج؟ عندنا شرطين لجودة أي منتج. أنت مثلا زي ما نقولوا العميل اللي هو مستفيد من الخدمة، جودة المنتج ماذا تعني؟ تكون متوافقة مع متطلباته هو، وأيضا يكون مطابق للمواصفات الفنية. يقول لي متوافق مع متطلبات العميل، إن الشيء اللي يشوفه العميل بعينه. يعني مثلا أنا جيت طلبت من مهندس إنه هو يبني لي شقة مثلا، وجيت أنا وقلت له مثلا فيها 4 غرف وفيها صالة وفيها مطبخ وفيها كذا، وكملت الشقة هذه، وجيت أنا تفرجت وشفت طريقة البناء وشفت المواصفات اللي أنا طلبتها ولقيت موجودة 100%. هذا ما يراه العميل، هذا معنى متوافقة مع المتطلبات. أما المواصفات الفنية هذينا الشيء اللي بيشوفهش العميل. يعني كيف مثلا أنا ما طلبت مثلا حد يبني لي البيت بتاعي، أنا شفت البيت وعجبني مثلا واسع وفيه الأشياء اللي نبين، ولكن لا أعلم هل هذا المهندس أو هذا المقاول استخدم الحديد مثلا الحديد المطلوب، ولا هل نقص في الاسفنج أو نقص في الحديد أو نقص في واحد من المتطلبات هذينا. هذا ما لا أراه أنا طالب الخدمة، وبالتالي مطابق المواصفات الفنية هذين حسب ضمير مقدم الخدمة. يعني مثلا على سبيل المثال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما جاء مر في السوق ولقي واحد يبيع في الطعام وحط الطعام من فوق هيك ما شاء الله عليه شكله جيد، حط يده النبي صلى الله عليه وسلم تحت، تلقي هذا الطعام فيه مشكلة من تحت، فيه بلل. فقال له يعني هل جعلت هذا يعني فوق باش يشوفوه الناس في معنى الحديث، فمن غش فليس منا. فالمواصفات الفنية هي موضوع الغش. يعني مرات أنت تعطيني سلعة منظرها زي ما أنا نبيها، لونها شكلها حجمها زي ما أنا نبيها، ولكن يكون أنت نقصت في المواصفات الفنية، يعني الأشياء اللي ما نحقنش. هنا قلنا هنا يعود لي الضمير، هنا قد يدخل الغش، وبالتالي هنا إذا كان دخل الغش معناها الجودة انتهت. فالجودة هي عكس الغش. فنقولوا هنا المنتج جيد إذا وافق متطلبات العميل وطابق المواصفات الفنية. لو جينا سحبنا هذا المثال على التعليم عندنا مثلا، بنقدم بنفتح مدرسة خاصة، المدرسة عاد مع الدعاية والمدرسة فيها كذا وندير هذيك الصور وننزلها على الفيس والناس تنبهر وفيها ألعاب وفيها كذا وفيها، وبعدين لما نجي من الداخل نلقى هالمدرسة هذه لا فيها معلمين مؤهلين ولا فيها طرق تدريس جيدة ولا فيها. بعدين أنت أنا صاحبة المدرسة اللي حالة بالطريقة هذه، بيش نقابل ولي الأمر اللي هو حط عندي؟ أنا يعني المفروض في سؤال يسألوني أنت شنو قدمتي لأبنائنا عشان يطلعوا بالطريقة اللي نحن نبوها. يعني هنا المواصفات الفنية هذه الداخلية اللي داخل الخدمة اللي أنت تدير فيها، هذه أنت وضميرك. وأما الظاهر والناس زي ما نقول الناس اللي الظاهر، فهذا قد ينخدع فيه العميل، وهنا تسقط الجودة ويصبح المنتج غير جيد. هذا فيما يخص معنى جودة المنتج. اللي بعدها يا أستاذة، يبقى الهدف العام للجودة وبشكل عام هو منع حدوث الأخطاء وعدم تكرارها. الشريحة اللي بعدها، فنسأل هذا السؤال في هالوقفة هذه ونقول أيهما أهم، جودة الخدمة أم جودة المنتج؟ أي أهم؟ جودة المنتج. أستاذة نهال تقول جودة المنتج أهم. أستاذة وفاء أيهما أهم؟ كلاهما يكمل بعضهما.
بس في واحدة أهم من الثانية طبعا في الرسائل، في اللي يقول لك جودة المنتج، جودة المنتج، الخدمة. جودة الخدمة أنا عن نفسي نقول جودة الخدمة. ليش؟ لأن جودة الخدمة هي تؤدي إلى جودة المنتج. تمام. أيوة فعلا صح. حد عنده اللي جودة الخدمة أهم. تمام. إذن لما نجي نشوف أن جودة الخدمة، الشريحة اللي بعدها أستاذة يقول لك الخطأ في المنتج ممكن أن نعالجه، أما الخطأ في الخدمة فلا يمكن معالجته. يعني أسلوبك أنت في معالجة الأخطاء في التعامل مع العميل، أنت في تقدم في الخدمة، باهي لنفرض مثلا حصل خطأ وأنا قدمت منتج وهالمنتج طلع فيه عطل، سهل جدا إننا نبدل الشخص هذا يرد لي المنتج هذا، ممكن نبدلها بمنتج واحد ثاني. ولكن إذا كان أنا غلطت معاه في الخدمة أو في الأسلوب وطريقة تقديم الخدمة، فهذا يضرب سمعة المؤسسة بشكل تام جدا يعني. فعلى سبيل المثال ممكن نضرب أنا واقع من حي حصل، مدرسة خاصة. أستاذة أحلام شنو عندك رفعة؟ أنا برأيي إن جودة خدمة العملاء أهم من جودة المنتج نفسه. مرات يكون حتى جودة المنتج بتكون ضعيفة، لكن لما نقدمها بطريقة للعميل بطريقة كويسة مرات يتقبلها وبيتغاضى حتى على العيوب اللي فيها. فهذا أنا عندي إن جودة خدمة العملاء المعاملة معناها أحسن. معناها لو صار في أخطاء في المنتج أنا نقدر نصلحها، لكن لو كان في خطأ في علاقتك معناها مع العملاء مستحيل حتتصلح. صحيح. أيوة، هذا هي النتيجة اللي احنا وصلنا لها الآن، إن الخطأ في المنتج ممكن إصلاحه، ولكن الخطأ في الخدمة ما نقدرش نصلحه ويأثر تأثير سلبي جدا على مؤسستي. يعني نضرب مثال من أرض الواقع. يعني عندنا مدرسة خاصة، حصل في يوم من الأيام إن واحد من الأطفال طلع من المدرسة في غفلة من الإدارة وفي غفلة من الحارس، وطلع وصل البيت. الأم لما وصلها الطفل هذا ولدها في البيت وكيف جيت وأمتى طلعت كل شيء، قال لها طلعت وصلت للبيت. الأم هذه شن دارت؟ نزلت منشور على الفيس حكت فيه القصة هذه. شوفوا هذا إيش؟ هذا خطأ حصل من إدارة المدرسة. شوفوا ردة فعل الإدارة. ردة فعل الإدارة إن هي طردت هذا الطفل ونزلت منشور ردة فعل غاضبة ضد هذه الأم. هنا الأم ممكن تعدي تحط الطفل في أي مكان آخر، ولكن أصبحت المدرسة ما اعترفتش بالخطأ متاعها وما عالجتش الموضوع بطريقة صحيحة. يعني فالطريقة الصحيحة المفروض يكون في اعتذار، يكون في كذا، زي المثل اللي يضربوا فيه مثلا واحد قدموا له زي ما نقولوا شركة تصنع نوع من البسكويت أو نوع من الكعك، الشخص هذا خدمة توصيل جاته خدمة هذا الكعك جاه مكسر مثلا، فعلى طول أخذ له لقطة ونزل على الفيس وقال شوفوا جاتني الخدمة والكلام باهي. قلنا بدري لما يكون حاجة سيئة تنتشر بسرعة يعني. فلما فطنت الشركة إلى هذا الشندارو اتصلوا به وجابوا له بديل، يعني جابوا له علبة البسكويت من عندهم، وجاه الموظف اللي عند البيت واعتذر له وأضاف له يعني هدية فوق العلبة الجديدة هذه، أعطاه هدية وقال له نحن متأسفين ونعتذر وكل شيء. هذا الشخص لما جاته هذه المعاملة وأسعدته هذه المعاملة دار لقطة للهدية اللي جاته ونزل منشور يشكر فيه الشركة. فهنا تصرف الشركة هذه أدى إلى أنها تحصلت على دعاية مجانية نتيجة أن هي تصرفت بشكل جميل ورائع، لأن فاهمة إيش يعني جودة. لما نكون فاهم إيش يعني جودة نتصرف بالطريقة الصحيحة وبحكمة يعني، لأنهم هم عارفين إيش يعني جودة، فاستغلوا هذا الخطأ، وبدل ما كان هذا الخطأ يعني يسيء لهم ويضرهم استفادوا من هذا الخطأ. ليش؟ لأنهم عالجوا الموضوع بطريقة أفضل.
لأنه مبينوا للعميل أنه هو أهم من أي شيء، وبالتالي رضا العميل هنا هدف مهم جدا. لكن تصرف المدرسة اللي نحكي لكم عليها دليل على أن ما عندهم إيش يعني رضا العميل، ما فيش يعني شيء واضح، فلذلك كان تصرف انفعالي وأدى إلى صورة يعني نحن كلنا ما زلنا قاعدين نتذكروا فيها وقاعدين نحكوا عليها ونقولوا المفروض التصرف ما يكونش بالطريقة هذه. فهنا هذه وقفة عند سؤالنا اللي توسألناه وقلنا أيهما أهم، رضا العميل أم جودة الخدمة؟ فجودة الخدمة، هن الاثنين مهمات، ولكن جودة الخدمة تأتي رقم واحد، علشان جودة الخدمة هي التي تجلب لنا بعد شوية رضا العميل، تخدم الهدف الأول. أستاذة أحلام عندك مشاركة ولا إيش؟ رضا العميل عندنا توا زي الشركات من يستخدم فيها تو مش مدرسة خاصة أو حاجة زي هيك، زي الشركات تبدأ كبيرة، زي في مرة شركة أبل متاع الهواتف صار خطأ في إحدى المنتجات متاعها، طلعوا واعترفوا الاعتراف ديما بالخطأ إن المنتج هذا صار لنا فيه خطأ، باش العملاء باش ثقة العملاء ما تطيحش معناها منهم، بيقولوا معناها فيه عيوب، مثلا هاتف طلعوه فصل عيوب، فالشركة نفسها بتطلع وبتعترف بالعيب هذا. صحيح. باش ما تبيش تخسر العملاء متاعها. أيوة تمام. هذا التصرف الحكيم أساسه شنو؟ أساسه ثقافة الجودة، يعني ناس مثقفة وناس عارفة إيش يعني جودة وإيش يعني رضا العميل وإيش يعني نقدم خدمة، وتفكر كيف إن هي دائما تحسن الخدمة أو تحسن ونحن قلنا أن المستفيد الأول من تحسين الأداء هو اللي يقدم في الخدمة اللي هي المؤسسة أو المصنع، ويجي بعدها العميل. فإذا ننتقل إلى نقطة أخرى أستاذة أرحموها. من أهداف، قلنا أهداف الجودة هدفين لا ثالث لهما، إرضاء العميل وتحسين الأداء. سؤالنا الآن، هل يحدث أن يكون نظام الجودة غير فعال؟ جينا طبقنا نظام الجودة ولقينا ما هوش فعال، هل يحدث الشيء هذا برأيكم؟ يحدث عادة أستاذتي. ليش؟ يحدث عادة لأن اللي يطبق المعايير أو اللي يطبق على المعايير ما هو فاهم مضبوط، أو ما هي وصلت له الفكرة المضبوطة عن ثقافة الجودة. تمام، هذه فكرة. حد عنده إضافة؟ أستاذة حنان حامد تقريبا، تفضلي، المايك متاعك مسكر. حنان مش عارفة ترفع في يدها وما فيش صوت. لكن المايك متاعك مسكر المايك. أستاذة أحلام، وين البقية يشاركونا في المحاضرة دي؟ يسجلوا بالك والله منتبهين. أستاذة أحلام شنو عندك؟ هل يحدث أن يكون نظام الجودة غير فعال؟ أيضا أستاذة أحلام غابت. ممكن يكون نظام الجودة غير فعال في المؤسسة اللي ما قدرتش أصلا إنها تستخدم النظام هذا أو مش فاهمة النظام هذا، مش عارفة شنو هو معايير الجودة، فمستحيل حتطبق وحتنجح معاها الجودة. تمام. أستاذة تمام، هذه فكرة. أستاذة فيه عدم فعالية في الجودة. تمام. أستاذة بكرة أحلى، هل يكون نظام الجودة غير فعال؟ أستاذة نجاح، هل يكون نظام الجودة غير فعال؟ ممكن يكون غير فعال إذا كان التطبيق غير صحيح مثلا، أو ضعف في التزام الإدارة. أيوة تمام. إذن فعلا قد يكون. تفضلي بكرة أحلى. أنت تحكي معي وأنا مسكرة الميكروفون، معلش سامحيني. قلت لك هذا اللي أنت حصلتها.
فالجودة عملية مستمرة، تحسين مستمر، مش أنا يتبدد. يعني إذا كان ما فيش تجديد للنشاطات معناها راح تضيع النشاط نفسه والمؤسسة نفسها تضيع. فنجو عند مبادئ الجودة، يعني علشان تكون عندنا جودة حقيقة، علشان تكون فعلا نقولوا نحن عندنا جودة، هي لازم يكون في تحليل للأسباب، متابعة إلى آخره. فنحن عشان يكون عندنا عوامل لتطبيق الجودة، هذه العوامل تتمثل في عندك هيكلية منظمة، وعندك بطاقات وصف وظيفي، يعني كل واحد عارف مسمى وظيفته وعارف هو شو قاعد يشتغل. أنت مثلا حالة مدرسة أو عندك مصنع، عندك كذا، موزع المهام، وأنت يا فلان مهمتك كذا، وأنت صفتك كذا وهكذا. هنا تقدر تطبقي هذا، كنت بتطبقي نظام الجودة. ولازم يكون عندك نظام إدارة موارد بشرية. يعني أنت لما جيت عيني ناس يشتغلوا معاك، مش لأن هذه بنت خالتي وهذاك ابن عمي، ولا لا لا، لأن هذا يفهم في هذا المجال، ولأن هذا يفيدنا في هذا المجال. فلازم تكون عندك نظام إدارة موارد بشرية. يعني النظام الموارد البشرية هذا شو معناها ينظم طريقة التعيين وتكليف في المهام، مش عواطف وإنما كفاءات. إذا كان في كفاءات وفي نظام واضح، هذا عامل يخدم الجودة. يجد عندنا عمليات محددة وموثقة، كل خطوة نديروها نوثقوا فيها، هذا أيضا عامل من عوامل تطبيق الجودة. السلايد اللي بعده أيضا من عوامل تطبيق الجودة. عفوا لحظة بس لحظة، ممكن لو سمحتي تعودي معنى الهيكل التنظيمي؟ الهيكل التنظيمي يعني عندك إدارة مكونة من مجموعة من الأقسام نفذ في هذا المجال. يعني عندك تو الهيكل التنظيمي أي شيء، تو تجي المدرسة هيكلها التنظيمي شنو هو؟ فيها مدير، وفيها نائب مدير، وفيها أخصائي اجتماعي، وفيها أخصائي نفسي، وفيها شؤون طلبة، وفيها هذا هو الهيكل. الكتاب حتى مرسوم بيانية في بعض هذا الهيكل التنظيمي. ما عندكش هيكل تنظيمي غير عمل عشوائي، ما تقدرش تطبق جودة. تبي تطبق جودة ضروري يكون عندك هيكل تنظيمي. الهيكل التنظيمي هذا يعتمد على الوصف الوظيفي اللي هو كل واحد عارف شو مهمته وهكذا. فإذا عندنا عمليات موثقة في سجلات موثقة إننا نقدر نرجعوا لها في كل وقت. بعدين عندنا خطط تشغيلية زي ما قلنا بدري، ثقافة الجودة هي ثقافة السير وفق خطة، يعني خطط. وعندنا موازنات تقديرية، نعرف كيف نوازنه، كيف نقدر أرباحنا، كيف نقدر خسائرنا، كيف نحسب تكاليفنا، كيف هذه الأمور هذين كلهم عشان نطبق الجودة. فإذا دور الجودة في البناء المؤسسي مهم جدا. يكفينا المخاطر ويبين لنا الفرص، يحدد لنا مواصفات في المخرجات. يعني مواصفة المخرجات يعني احنا شو بنقدم للعملاء، شنو المنتج، شنو هذه مواصفات المخرجات. تضبط العمليات، يعني كل مرحلة من مراحل تطبيق الجودة تضع مؤشرات القياس، قياس الأداء. الجودة تساعدنا، تعطينا نماذج، تعطينا أشياء نقيس بها مقدار تقدمنا، وين ضعفنا، وين تقوينا. هذه كل في الحالة إن طبقنا الجودة. إذن هذه هي ثقافة، هذه هي الثقافة اللي المفروض نحن نكون على بينة فيها. نحن توا في محاضرة في هذا الشكل ما نعطوش في كل حاجة، يعني نتمنى منكم تدخلوا تشوفوا في هالنت هذا وتحضروا كورسات على النت باش ديروا نظام الجودة. ربما أنتم اليوم قاعدين في مدارس عامة وكل شيء، ربما تديروا مشاريع خاصة وتطبقوا عليه الجودة، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. فإذا أبو الجودة إدوارد ديمون عنده عدة مقولات نخطب بهن محاضرتنا لهذا اليوم، يقول لنا ملخص كل هذا الكلام. يعني قبل لا نبدأ في الحد عنده سؤال ولا حد عنده استفسار ولا مداخلة، قبل لا نبدأ في أقوال إدوارد ولا نكملوا؟ إذا نكملوا ونقولوا إن إدوارد ديمونغ اللي هو أبو الجودة، اللي هو حكينا في أول المحاضرة إن أبو الجودة هذا صار له نوع من الإحباط لما كملت الحرب العالمية الثانية وأمريكا كنسلت أو زي ما نقولوا أهملت موضوع الجودة. فهو حزن على الموضوع هذا
فاحتضنتها اليابان، وكان اليابان الآن ديرت لها حتى جائزة اسمها جائزة تقريبا تحت مسماها بالضبط ما يحضرنيش، ولكن جائزة باسم هذا الشخص. هذا الشخص قال على الجودة، قال الجودة تصنع في حجرة رئيس مجلس الإدارة. هذا يعودنا الكلام اللي هو قلنا إذا كان القيادة العليا ما اقتنعت بالجودة معناها ما بيصير شيء. النقطة الثانية يقول الجودة تؤدي إلى انخفاض التكاليف. يعني أنت لما تقدم حاجة جيدة تعيش وبعدين تقعد عارف مواصفاتها أفضل من أنك تقدم حاجة سيئة وترد عليك. نحن نلاحظه ربما أنت تسمعوا في بعض الشركات، مثلا شركات السيارات في سنة من السنوات مثلا شركة الهونداي حصل خلل في واحدة من إصداراتها، فرجع عن كل السيارات للشركة، وهذا سبب لهم يعني خسارة كبيرة جدا. وبالتالي هنا أنت لما تقدم منتوج جيد خلاص تبيع منه يرتفع عن أسعاره ويعود عليك بالربح وينقص عندك التكاليف، بعكس ما أنك تقدم منتوج غير جيد يردوها لك الحاجة أو تصدل عندك متى باش تمشي، لأن الناس عرفت أن هي حاجة مش جيدة. فالجودة تؤدي إلى انخفاض التكاليف، الخسارة يعني تحد من الخسارة. يقول لنا معظم الأخطاء سببها نظام وليس الأفراد. النظام العلوي، سياسة المؤسسة. سياسة المؤسسة قد تكون عقيمة ومريضة وبالتالي تأثر على أداء المؤسسة، والأفراد هنا معاش يقدروا يديروا أي حل، يعني ما عند في ايديهم شيء زي ما الحالة اللي نحن عايشينها الآن في التعليم على سبيل المثال. نظام التعليم هيك ما عاش دار حاجة لقدام، ونحن كمعلمين وحابين نطوروا كل شيء ما في ايدنا شيء. حتى الواحد كان يمشي يبي يدير حاجة تقول للإدارة لا وتوقف عند حد معين، وبالتالي سياستها وطريقتها في التعامل هي سبب الأخطاء اللي يحصل الآن وليس الأفراد. يقول لك أنا لا تبلغ الأعمال حد الكمال، يقول أنا أتوارد لا تبلغ الأعمال حد الكمال ولكن دائما قابلة للتحسين. الشريحة اللي بعدها أيضا يقول لنا أن الخوف يؤدي إلى الكارثة. شنو يقصد بالخوف يؤدي إلى الكارثة؟ تجي أنت تبي تدير الجودة في مدرستك مثلا وتقعدي تقولي والله أنا تو كان طبقت الجودة، تو يزعل مني الأستاذ فلان وتو يزعل مني الأستاذ علان، فتقعدي أنت خايفة على مشاعر الناس تؤدي إلى أنك أنت تدخلي في موضوع المجاملة وعدم الحقيقة وكل شيء، وبالتالي هنا يبقى عندك عملك ما هو جيد زي ما يحصل الآن كثير من المدارس حريصة على أنها تفرح ولي الأمر وتقول له ولدك ممتاز وتعطي فيهم مخرجات ما هي صحيحة بك، يديروا له ممتاز ويسكروا له في العداد 100% والأمور اللي كفذينه، وبعد شوية يلقى الكارثة اللي حصلت إن الطالب وصل لمرحلة معينة مسكين لا هو عارف يقرأ ولا هو عارف يكتب وكل شيء، ويقعد يتساءل الأب ويقول كيف وين التقديرات اللي زمان وكذا. وبالتالي هذا الخوف اللي يقصد به يؤدي بك إلى أنك تجامل وأحيانا تخش على الغش، ولأنك أنت مش قادر أنك تقدم عمل جيد، متحشم من الناس والله خايف يعني زعلهم والأمور اللي كفاية. فهذا يؤدي إلى كارثة ولا يخدم الجودة أبدا. يقول لنا ينبغي أن يشعر العاملين بالأمان في وظائفهم. العامل والشخص اللي يشتغل إذا كان ما شعرش بالأمان مش راح يكون مخلص في العمل. قال لك في رجل أعمال ياباني كان لما يعين واحد صاحب كفاءة ويعرف إنه هو إنسان كويس يمشي به للمقبرة. شنو يدير في المقبرة؟ يقول أنا لا يمكن نفرط فيك إلى آخر لحظة في حياتك إلا لما تمشي للقبر عند موته. فهنا الموظف هنا يشعر بقيمته ويقعد حريص إنه هو يؤدي عمله بشكل صحيح، مش أمشي حل مشكلتك بروحك ولا زي ما نقولوا يقعد مهدد. حتى كان هو جيد يقعد عارف إنه ممكن الإدارة لو جي ولاد عمه المدير ولا المراقب ممكن يدفر هذاك صاحب الكفاءة طرف ويحط ولده ولا أخوه ولا عمه. مش دولة كفاءات، يعني دولة مجاملات، وبالتالي من أين لنا الجودة؟ نحن ما نشعروش بالأمان ونحن نأدوا في وظائفنا.
لأن في نوع من الظلم وما فيش إنصاف. فلذلك عشان العامل يكون مخلص وجيد لابد أنه هو يشعر بالأمان. يقول لك اشتري من المورد الذي يلتزم بالجودة وليس الأرخص. إذا كنت أنت تبي تقدم عمل، أنت مثلا داير مصنع بتقدم في سلعة للناس، تمشي تشتري خامات ضعيفة أو رخيصة ويطلع المنتوج بتاعك مش جيد. فلذلك أنت أسأل عن الأجود وبعدين خذ مثلا من الأجود السعر اللي يناسبك. لكن لما جيت أخذ الأرخص نقوله مثلا أنا عندي شركة بنشتري حواسيب مثلا، والحواسيب هذين قعدت ندور لقيت في وحدات ب1000 بس وفي وحدات ب2000 وب3 وكذا، مشيت خذيت الأرخص. ما هو بعد كم شهر أو بعد سنة يعطلنا الحواسيب اللي نخذت الخاص ونضطر نشتري حاجة جديدة، صح ولا لا؟ ويؤدي ذلك إلى أننا خسرت لأننا دورت الرخيص ما دورتش الجيد. النقطة اللي بعدها قال لي تتولد الأرباح من خلال ولاء العملاء. أنت لما ترضي العميل راح يدورك في أي مكان. يعني مثلا إحنا تعودنا مثلا في فلانة هذه خدمتها جيدة، مثلا تدير في أي حاجة، يقولوا باص تدير في أي حاجة، تدير في ممالح، تدير كذا، تعودنا أن خدمتها جيدة، ولما نحتاجه نقعد ندور فيها. حتى كان مثلا سلعتها إن شاء الله حتى على بعد مسافات نمشي نجيبوها. نحن العميل اللي راضي عنك واللي واثق في عملك هو اللي تربح منه وهو سبب الربح متاعك. فجود الخدمة علشان يرضوا العملاء يعطوك سمعة جيدة، العملاء يتابعوك، العملاء حريصين على أنهم يستفيدوا منك، فهم يكونوا سبب الربح متاعك. فلذلك الله سبحانه وتعالى أو الدين يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا ليتقنه. والله عز وجل في القرآن الكريم يقول إن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني أنا لما نحسن عملي ونأدي عملي بطريقة صحيحة يحسن لي الله سبحانه وتعالى بأن الناس تثق فيا ويكون عندي سمعة جيدة. فإذا هذا ما يجب أننا في تصوري ما يجب أننا نحن نعرفوه عن الجودة. هذا ما نقصد به ثقافة الجودة، نشوفوها شن تعريفها، عرفنا شن تعريفها، شن تاريخها، شن معناها، وبالتالي تبقى ثقافة الجودة راهي في العقل وفي التصرفات وفي الممارسات. هذين هن اللي يعطن خدمة جيدة وترفع من مستوى الفرد وترفع من مستوى المؤسسة. نحن تقريبا أستاذ حنبو هذه آخر سلايد. خلينا بس نشوفوا حد عنده شيء ملاحظة ولا عنده شيء إضافة. نحن وصلنا إلى نهاية المحاضرة الآن. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المحاضرة. غدا بمشيئة الله أعطينا صورة الشريحة الأخيرة أستاذ حنبوه. مستعجل كأنك معستي ولا كيف؟ لا والله ونشوف لك اياه وين حطيناه احنا. بكره باذن الله تعالى راح نحكوا عن الجوده في التعليم والجوده الشامله في التعليم. نحاول نجاوبوا على كل الاسئله اللي انتم سالتوها اليوم. اعذرونا اليوم علشان احنا حضرنا هذه الماده من اجل تثقيف، وبكره باذن الله تعالى راح نحكوا كثيرا عن التعليم. نتمنى ان تكون في مشاركه اكثر منك. بكره ان شاء الله راح نحكوا عن الايزو 9001 ايش معناها ومتى طلعت وشنو يعني شهاده الايزو، ممكن تسمعوا عليها. فنسال الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. واذا كان عندكم اي ملاحظه او اي قبل نودعوكم ممكن تفضلوا حد عنده أي ملاحظة. أي حد عنده ملاحظة أو أي حد عنده إضافة أو أي حد عنده بيسأل سؤال أستاذ فتحية قبل لا نطلع. بارك الله فيك. شوف تمام. إذا نلتقي غدا إن شاء الله. نتمنى أنكم